أعزائي المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب كل أسبوع من قناة المتحدة الفضائية وبرنامج مع صباح جوهر. كل أسبوع يتجدد اللقاء معكم بالود والمحبة. في هذا الأسبوع هذا لقاء نعتبره خاص مع أحد رموز كتابة الأغنية في العراق، ونقدر نقول عليه الشاعر المثير للجدل الآن. هو ضيفنا لهذا الأسبوع الشاعر الغنائي ضياء الميالي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك صباح، وهاي فرصة سعيدة أنه أنا موجود بإقليم كردستان وقاعد وياك، وراح نجري حوار إن شاء الله يكون ساخن ساخن إن شاء الله إن شاء الله. ضياء الميالي، أريد اسمك ما شاء الله يعني بدأ يكبر شوية شوية، فنريد نعرف يعني ما نريد نقول انه سؤال تقليدي، لكنه شاعر من وصل لهالمستوى وبدأ ينتشر، كل انسان وكل مشاهد من مشاهدينا يريد يعرف ضياء الميالي شلون بدأ يكتب الأغنية وبداياته، وهل هناك معاناة؟ شوف صباح، يعني هو أي إنجاز يتطلب تعب ويتطلب معاناة ويتطلب جهد مضاعف حتى الواحد يحقق اللي يبتغيه من الشهرة أو أي جهد ثاني، يعني أي إنجاز ثاني. إحنا تذكر أنت كنت وياي بداياتي، يعني أنا كنت أول ما حسيت إنه أنا أحب الشعر وأكتب، يعني أكتب أشياء بسيطة كنت بوقتها. كتبت لي ورقة سطرت فيها أسماء المطربين اللي أتمنى أكتب لهم. نعم. بذاك الوقت يعني. في أي سنة يعني هاي كانت؟ والله هذا كان يمكن بال 94 92 يعني الأسماء منو اللي كنت؟ يعني مثلا من ضمنها ياس خضر، حميد منصور، علي العيساوي، كاظم الساهر، أسماء كثيرة ما تحضرني هسه. نعم. أي. يعني أنا أقول لك نسبة 99% من الأسماء اللي كتبتها بالورقة كتبت لها وغنوا لي، بقى بس يمكن واحد أو اثنين. ما شاء الله. هذا مو لأنه أنا عاجز عن هذه القضية، بس لأنه ما صارت الفرصة بصراحة. المعاناة مثل ما قلت حضرتك، يعني اجت من خلال اثبات الذات. يعني انت انسان فايت معترك اسمه ابداع، معترك اسمه خلق. يعني واحد يجيب الكلمة يسويها، يحطها بقالب معين ويخلقها بحيث تصير مؤثرة. تعبنا وتأذينا وجعنا وعطشنا واشتغلنا شغلات كثيرة، تتذكر انت، يعني ما اريد ندخل بالتفاصيل. صحيح. يعني اشتغلنا بتعب وبرهاق حتى نوفر لقمة العيش ونستمر بأملنا وطموحنا اللي دا نسعى له، اللي هو تحقيق الذات من خلال كتابة الأغنية أو الغناء أو التلحين. ضياء الميالي، باعتبارك أنت الآن يعني تقود الأغنية العراقية، لأن ما شاء الله أنت الأكثر شاعر يكتب الأغنية العراقية، فهل أنت راضي عنها؟ أنا مو أقود، أنا واحد من اللي موجودين اللي دي يشتغلون واللي يجوز. مو أنا ليش قلت لك هيك؟ لأنه هو تبدي بالشاعر يعني. لا أكيد أنا مو أقود، أنا يعني من ضمن الناس اللي يقودون الموضوع. نعم. بس أنا بصراحة عملية الرضا أو عدم الرضا هذه مسألة نسبية. أحيانا أكون أنا كاتب أغنية راضي عنها ككلام، وقت اللي تنفذ أو تغنى ما أكون راضي عليها كناتج كمنتوج. يعني يعني أغاني كثيرة أنا كاتبها أتشرف بها وأعتز بها، وكل أغنية أنا كاتبها أتشرف بها وأعتز بها. صحيح. ماكو أغنية عن أغنية بصراحة. هاي الأغاني اللي تشوفها أنت أو لا يلاحظها البعض هي بنت اسم ضياء الميالي. صحيح. فأي أغنية لها تأثير بحياتي، وما أعتبر إنه رضاي هسه يعني أنا راضي عن نفسي، لا أكيد ما راضي. إذا رضيت عن نفسي انتهى ضياء أو توقف مشروع الإبداع اللي بداخله. الإنسان إذا رضى عن نفسه خلاص بعد كافي. فأنا لحد هاللحظة هاي ما راضي عن نفسي، مو عن الأغنية. تعتبر نفسك شاعر قصيدة أم شاعر أغنية؟ أنا شاعر، ما محد يعني ما مؤطر بشكل معين. تكتب القصيدة؟ أكتب القصيدة وأكتبها مثل ما تتذكر أنت بشكل لا بأس به، يعني ما أريد أمدح نفسي. نسمع شيء. بتريدها بالفصحى لو الشعبي؟
والله بكيفك انت اختار، بالفصحى بالشعبي، شنو اللي تحسه انه. راح اسمعك قصيده كتبتها، اخر قصيده كتبتها هي على العراق، يعني شويه بيها حكي عن معاناه الناس الفقراء اللي بصراحه متعبين عندنا حلو. بشكل كبير يعني. اللي يبكي من القهر خليه يبكي لوحده وتركه، اللي بقلب الحزن محفور ما حد يقدر يضحك. اللي يبكي من القهر خليه يبكي لوحده وتركه، اللي بقلب الحزن محفور ما حد يقدر يضحك. الفقير مهفته دموعه لأن ما تفتر البنك. عليش تقول له لا تبكي، وعليش الساكن تحركه، وهو الجوع يعلس بيه والشبعان اللي يصكه. يقولوا له النفط مالك وهو بحسرة التنك، وطن ما إلى بي شعره وتحمل هذه وتلك. ملك للغير بس هو يحب تقول كان ملك. فقير ولو طلب حقه ومن الظلم يشك، تقول الواد متمرد وجلده صاير يحك. أويل الله أويل الله العراق شبي قضاها ويا الوقت عرك. اللي يقول له امسح دموعك عليش مسحني، يقول له خل هو بمكانه يصير ويشوف القهر مثله. عمر وسنينه محسوبات، صعبة جروحه مو سهلة، وحظ أعوج مشى وياه المن يشكي ويعدله. من قال عطشت للماي الفرات تعذروا ودجله، ولأن الكهرباء عاقر ظل يشتاق للنتله. الله الله الله. ضياء الميالي اليوم انا لابس لك احمر ترى. حتى تشعل الجو يعني. لا ما يعني ما لفت انتباهك بانه انا اليوم. هو لفت انتباهي، بس يعني مو القميص اللي لفت انتباهي. اللي لفت انتباهي ترى انا متقصد يعني بهذا اللون. لا حضورك اعرف، حتى تقول تسوي الجلسه حاميه ضياء الميالي، شنو اللون اللي تحبه انت؟ احب لون قلب ابوي. الله. اي الابيض. يعني انت تاثرت بوالدك ضياء؟ اكيد، يعني واحد من الناس اللي بنوا شاعريه ضياء الميالي هو. ما تفكرين حسبالك قلوب الناس لعبوا بيها تسلين، يا قالب ثلج هم باكر تموعين، يا قالب ثلج هم باكر تموعين، ويا وردة حسن بالحسن تتباهين، هم يقضي الربيع ولازم الذبلين. شو تصيرين شو تظنين هاي الدنيا مو دولاب، انت اليوم فوق وبعد ما تنزلين. شو تصيرين لوحة موناليزا ودوم تنحبين تتندمين، والله وداعتك يا بنية تتندمين، من تبقين كلك عين وقبال العمر تبكين للزعلين. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد هذا الفاصل، وضيفنا اللي احنا سعيدين به اليوم جدا الشاعر المتألق ضياء الميالي، واحنا تشرفنا بوجودك وبرنامج مع صباح جوهر. وسعيد انه انا وياك الله يسلمك. الله يخليك. ضياء، الأغنية عندما كانت بالستينات والسبعينات واليوم يعني بطريقة الكتابة شنو الفرق؟ الفرق المتلقي. يعني انا يعني الشاعر، وانا يعني نفس الشاعر اللي كان يكتب، مع احتراماتي وتقديري وجل اعتزازي بكل الشعراء اللي كانوا يكتبون الاغنيه بذاك الزمن. الفرق انه المتلقي صار يختلف، وصار الاعلام اكثر حرقا للمواد. يعني الكل زمن اكو حسنات واكو سيئات، اكو ايجابيات واكو سلبيات.
كانت اغاني جميله ظلت بذاكرتنا. يعني هسه مثلا انا من ارجع لذاكرتي واتذكر اغنيه اسمها يا صياد السمك صد البنيه. بسيطه. يعني انا هاي الاغنيه ما اعرف شنو معناها وش يريد منها اللي كاتبها. يعني مع احترامي لتراثنا واللي هي اعتبرت من التراث، يجوز يعني خواطر يعني فد شيء. هي مو خواطر. يعني واحد يعني يا صياد السمك صد البنيه عجب انت احضره وانا بدويه، يعني ما لها معنى. صحيح. اغاني كثير من هالنوع وباقيه لحد اليوم اغنيه حلوه. ليش؟ لانه ظلت ارث من السابق. السؤال الحقيقي انه احنا راح يطلع من عندنا اغاني بهالزمن تبقى بعدين للاجيال اللي راح تجي. انا اتوقع نعم، وراح تبقى اغاني كثيره وراح يشار الصباح جوهر بالبنان لانه كان واحد من المطربين بذاك الزمن، وراح يقال الفنان الرائد وكذا. يعني بصراحه بس العفو ضياء، يعني ال الاشارات كل الاشياء اللي نشوفها هسه ونشاهدها ونسمعها، ما اعتقد انه يعني انت اكو توافق بين كلامك وبين الموجود هسه بالساحه. انت احنا بدنا نحكي عن كم هائل من الاغاني، قلنا الجيد وبي الزين والمو زين. الزين راح يبقى، يعني ممكن العقربه تبقى، وجدا العقربه تبقى. ليش؟ لانه العقربه اغنيه انتشرت شعبيا بشكل لحد اليوم. العقربه لها من يسمعها ويتونس عليها، وهي صار لها شيء 4 سنين تقريبا. هذا مو يعني احنا من نحكي. انا مره من المرات يعني اذكر لك حادثه صارت، كنا بعمان. احد المطربين اصدقائنا يعني قال لي ضياء شنو تتغزل تقول لي يا يم عيونها كبار وعينها ما شلون بالاغنيه العقربه. اكو واحد يتغزل بالعقربه، هي العقربه ما عندها عيون. زين. بس القصد مو هذا يعني. لا هو قصد ثاني يعني. بوقتها انا شرحت له يعني هاي يعني شرحت له والشرح جدا بسيط. يعني ما اعتقد انه واحد يسمع الاغنيه وراح ياخذ ذهنه اذا كان نسبه من الوعي بسيطه. يعني انه واحد حاط العقربه ويتغزل بها، شنو الحلو بالعقربه؟ حتى يتغزل بها بصراحه. لكن اللي يريد يعني يدق بسامير بالحائط يدق. العقربه انا يعني المفاجاه والذهول اللي صار من جمال البنيه اللي دا اشوفه، صحت يمه قرصتني العقربه كانما واحد قارصته العقربه. وبالتالي ليش يقول لك المعنى لا ما في قلب الشاعر، ما فيها قلب الشاعر، هاي بسيطه. يعني المعنى بقلب الشاعر الاشياء اللي اكو هوايه ناس يجوز ما يفهمون لا اعتقد واضحه. يعني انت واحد من الناس ما اعتقد انه انا افهمها لان انا وياكم ويانا اوكي. لكن مثلا الناس العاديه اكو ناس بسطاء منو اللي يتصور انه شاعر كاتب اغنيه او ملحن ملحنها او مطرب مغنيها قاعدين وحاطين العقربه وهيك قاعدين قدام العقربه ودا يتغزلون؟ مو المنطق. زين ضياء الميالي، انت حضرتك مثلا اكو مطربين من تنعرف له اغنيه، مثلا حسام الرسام يقولوا له ابو العقربه، ضياء الميالي شو يقولوا له من يشوفوه مثلا؟ ابو العقارب. لا هو يعني مثلا ضياء الميالي هذا اللي كاتب هم يقولون ابو العقربه. والله انا حكالي، انا طبعا مسافر صار لي سنين خارج البلد. فكانوا اخوي يخابرني يقول لي ضياء قاموا يسمونه بيت العقربه. عليكم يعني؟ على بيتنا اللي بالشعب. هذا شوف يعني هي هذه مو نهايه العالم. لانه اذا سموني بذاك الوقت بهذا الاسم، راح الاغاني اللي تطلع شيء يلغي اللي قبله. انت راح يجوز ببالك يدور سؤال انه الاغاني مدى تعيش، تطلع شهر شهرين وتختفي. صح. هو هذا مو ذنب الاغنيه بصراحه، مو ذنب الاغنيه. شنو السبب؟ هذا ذنب المحارق اللي تصير. هاي محرقه يا اخي. يعني احنا كعراقيين عندنا، بس احنا العراقيين عندنا ما ادري كم قناه فضائيه. هاي القناه الفضائيه تطلع باليوم ما ادري كم كليب. صح. اوكي. انا اقدم الاغنيه اللي علي بهذا يعني انا كشاعر انه اقدم اغنيه ناجحه. صحيح. بعد تبقى ما تبقى هاي القضيه ترجع للاعلام اللي راح ما يعني يشتغله مطربه.
انا ما مسؤول انه اخدمها اعلاميا، هو يخدمها. زين ضياء، الاجواء اللي يكتب بيها ضياء الميالي. والله وانا قاعد وياك هسه ودا نسولف، ممكن انا ببالي خاطر دا اكتبها او موضوع أغنية. يقولون ضياء الميالي اذا يزعل الاغاني اللي تمطر منه كلها زعل، من يحب تصير على الحب، لا هي من يشتاق لامه مو هذا يعني اكو صح الموضوع؟ لا اسمح لي، انا يعني ماكو بهالمعنى، انا رجال صرت صاحب حرفه، يعني بقمه الزعل ممكن تجي تقول لي اكتب لي غزل، اكتب لك غزل. وانت زعلان من حبيبتك يعني؟ ممكن جدا، لانه حبيبتي مثل ما ازعل وياها بلحظه اكون راضي وياها بلحظه ثانيه، فاكيد اتذكر هاي اللحظه. بس ضياء الميالي المعروف عنك تحبه هواي انت، صح؟ اكيد احب الناس واحب اهلي واحب اخواني واصدقائي، واحب شكو حلو بالدنيا، شكو شيء الله خالقه حلو جميل احبه اكيد. زين، نرجع لموضوعنا، ان نقول انه اهم اغنيه كتبها ضياء الميالي، وبرايك انت اسوأ اغنيه كتبها ضياء الميالي يعني متندم عليها. ما كتبت اسوأ ولا كتبت اهم، كل الاغاني مهمه، بس الشارع غير شكل يقول انا يعني. ما له علاقه بالشارع، انت تسالني ليه لو تسالني الشارع. زين ضياء، اقول لك شغله، انه انت حضرتك ما تحس انه يعني اكو تناقض، يعني تناقض نفسك؟ ضياء الميالي اللي كتب يا طير وكتب على مودك انت وبس، يكتب شعر ويكتب قرار صادر من قياده القلب. لا يعني اكو سؤال. يعني هاي الاغاني نفس تحسها نفس المستوى؟ انا اسالك هسه، انا رجال بدي اقدم الاغاني لعامه الناس، بيهم الانسان الواعي المثقف، بيهم الانسان البسيط، بيهم العامل، بيهم الفلاح، بيهم انواع متعدده من الناس تصير الاغاني لهم. انا من اجي اخلي لي اغنيه بها رقصه وبها فرحه وبها ضحكه شوي، يعني هذا يعتبر غلط؟ لا احنا بدنا نحكي يعني على مستوى هذا المستوى واحد، المستوى اللي يكتب مستوى كتابه الاغنيه. انا باعتقادي وهاي للتاريخ والك ان الاغنيه الطقطوقه اصعب بكثير من الاغنيه الثانيه، اصعب واكثر اهميه بصراحه. زين هسه احنا نريد عكس هذا حديثنا، اريد تسمعنا نص غنائي يعني بي ضياء الميالي الحقيقي. اي نص اقوله هو بضياء الميالي الحقيقي. انا ما ازور نفسي، يعني اي كلمه اكتبها انا قاصدها. زين نص تحبه انت؟ نص احبه انا ممكن ايه، حبيب الخاطر دموعي دخيلك لا تفارقني، بس من فكرة غيابك أحس العبرة تخنقني، بيك دموع تتوسل تقول لك أبقى لا ترحل، وكل دمعة بغيابك نار أحسها تريد تحرقني. حلو حبيبي لا حلو عاشت حلو. هاي أنا من اللي أحبهم، يعني أنت سألتني عن الأغاني اللي أحبها، هي من اللي أحبهم، يعني هم كثار اللي أحبهم، كل الأغاني اللي كاتبها أحبها. ضياء الميالي، القصائد اللي حكيت عنها قبل شوية، قلت قصيدة فصحى أو شعبي أريد نسمع قصيدة فصحى. يعني أنا عندي كثير قصائد فصحى، بس راح أتذكر لك وحدة صغيرة. يعني أكو عندك قصائد مهمة؟ والله هي القصائد يعني القصيدة المهمة تنتشر بدون ما أنه أحد. مو هي المشكلة وين؟ المشكلة إنه الفصحى أنا ما مركز عليها بشغلي، يعني مركز عليها بشغلي الإعلامي، يعني ما دا أركز عليها إعلاميا. لكن القصائد الشعبية والأغاني لها رواج، باعتبار إنه أكو تركيز من الناس ومني أنا عليها. راح أسمعك قصيدة تقول: أعترف الآن أني ما كنت بريئا في عشقي، ما كنت ملاكا بل شيطان، أفتعل الحب لغير الحب، أصطنع الشوق بدون الشوق، وبريئا أبدو كالصبيان. والله ما كنت جديرا بهواك، فأنا مذ فتحت عيوني أغتال شعور الوجدان. أعترف الآن أني بعذوبة ألفاظي أفتح أقفال الأبواب، وأخدر كل الأعصاب، وأزيف حتى في حبي، فأنا مذ أوجدني ربي كذاب.
شلون حافظ شغلاتك؟ حافظها اكيد لان هي موال العشره. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود. بو سم يا غيم ونقط الماي على جفوف الايدين اللي كبرتني، انا احتاجيتها من محد وياي، وروحي روح الضايقة ما تحملتني. بو سم يا غيم ونقط الماي على جفوف الايدين اللي كبرتني، انا احتاجيتها من محد وياي، وروح الضايقة ما تحملتني. مشيت ويا الربع ما فاد ممشاي، وصرت كلمة بحلق صاحب سكتني. مشيت ويا الربع ما فاد ممشاي، وصرت كلمة بحلق صاحب سكتني. بعد لا ذيك تنفع لا بعد هاي وذيك بالهم حاوطتني. أعزائي المشاهدين عدنا لكم بعد هذا الفاصل، وضيفنا المحبوب الشاعر المبدع ضياء الميالي. أهلا وسهلا بك. اهلا بك. ضياء الميالي، نقول هل ستستمر أغنيات ضياء الميالي إلى سنين بعيد؟ قبل شوية صباح حكينا بهالموضوع. يعني أنا قصدي مثلا فد 40 50 سنة 100 سنة بعد. ممكن جدا ويمكن أكثر. أنا بهذا السؤال يعني اختصيت به ضياء الميالي فقط. أعرف حبيبي هذا يعني أنا أتوقع أنه كثير من الأغاني اللي كاتبها ضياء الميالي راح تبقى بأذهان الناس وبذاكرتهم أبدا، تبقى تنسمع لأنه هي حقيقية مو مزيفة. يعني أنا مو من النوع اللي يجي يقعد لابس حلو هذا ويحكي حلو قدام الكاميرا وينتقي المفردات. بصراحة غير، أنا من الناس للناس، ولذلك أنا أتوقع بشكل كبير جدا أنه راح تظل أي شيء طالع من قلب ضياء الميالي راح يظل بأذهان الناس وذاكرتهم. صحيح. زين ضياء، أريد نقول ما الذي كتبه من قصائد، وهل تكتب القصيدة الشعبية؟ يعني نريد نحكي عن القصيدة الشعبية هسه. تكتب هواية، تكتب قليل؟ هل أنه الأغنية أخذتك من القصائد أم أنت مستمر في كتابة القصيدة؟ يعني الزمن هذا اللي فات بصراحة أكو قصيدة وأكو أغاني. القصيدة أجواءها تختلف عن جو الأغنية. يعني تدري أكيد أنه الواحد، أنا هسه بشكل عملي أفكر أنه كتابة الأغنية بالنسبة لي مجدية أكثر من القصيدة، فلذلك أنا أميل للأغنية أكثر. لكن أنا وقت اللي أريد أكتب شعر أو قصيدة، يعني في بعض الأحيان يكتب ضياء الميالي. أكتب تنزل قصايد تسمعوها أنتم مثل بو سم يا غيم، وقصايد اللي صارت عندي يعني بالفترة الأخيرة. صورت أيضا قصيدة جديدة، صورت أنا والفنان علي بدر. تحية أكيد الفنان المبدع والملحن الراقع، تحياتنا إليه. اشتغلنا أنا وياه وين الوعد يا سمرة، وكانت لها أصداء حلوة بصراحة. صحيح. بس أنا أكو مشكلة دا ألاحظها، يعني عذرا أقطع كلامك بالخير، دائما بنات يتصلون علي ويسألوني ليش أنت هيك ويا البنات؟ نعم. يعني هم يصورون انه انا اتعمد القسوه ويا البنات، او انا مثلا اقول كلام قاسي يجرح البنات. بصراحه لا،
انا ما مو ضد هذا الجنس اللطيف الناعم، بالعكس انا احبه واتمنى انه اكون سبب بسعاده هاي الشغله نعرفها ضياء بدون ما تقولها. الله يخليك. بس احيانا المواضيع حتى تكون مختلفه ننتقي موضوع منا. قد ركزنا فتره من الفترات على خيانه النساء او ايش قد يكذبن النسوان، هذا حكي هو مو ضده يعني. انت برايك هاي الاغاني ما تعتبرها مسيئه للمراه؟ ولا انا مو مسيئه؟ يعني مثلا كذابات يعني على سبيل المثال يعني كان اكو توفيق الحكيم، اذا الاديب الراحل توفيق الحكيم كان يعتبر عدو المراه. صح. اوكي. وبالعكس نزار قباني هو كان شاعر المراه. شاعر المراه. انت متاثر بمن بيهم؟ انا متاثر بهم اثنين. انا عدو المراه بجهه وحبيبها وعاشقها بجهه اخرى. لان المرأة كيان، يعني الكيان يعني حال الشباب، يعني بينا الزين وبينا اللي قد يلاحظ عليه. يعني بصراحه اكثر الاجواء اللي كنت اشوفها بزمن كتابات الاغاني هاي اللي كانت هي تشير لهالموضوع انه النساء كذابات وخوانات، لكن مع احترامي لهم وهذا وعد مني لهم انه كل جديد ضياء الميالي راح يكون بحب والغزل بالمرأة. هسه احنا ردنا نسمع شو اسمه قصيدة شعبية. قصيدة شعبية اللي تريدها شنو؟ اكو كانت عندك قصيدة حلوة يعني معروفة، يمكن نصب الحرية. هاي نصب الحرية قصيدة ثانية طبعا. ممكن نسمعها؟ نصب الحرية شقد عالي لكن هو شقد مسكين، مسجون وسموه حرية ولزموا باب السجانين. شقد طيب نصب الحرية يتلقى سموم الظهرية وظله يغطي التعبانين. ذاك اليوم اتمشى بقربه وكان حسيت برجفة قلبه. ذاك اليوم اتمشى بقربه وكان حسيت برجفة قلبه. محزون ودمعاته هواية بس منين يدبر عينه. قال اتذكر قبل سنين من دقه ورجل بهالقاع كنت اتصور انا مأمن ما اهتز اليوم الدين. واقف ظليت شقد واقف تتصور اسمك حرية وما تعرف طعم الحرية. رضي الله على المسجونين. ويوم ولن صافرت انذار سطرتني وكان راس انذار. وادم رقضت وادم طاحت وادم ردت وادم راحت وصلت يم رجلي النار. ويصرخ جسر الجمهورية الحق يا نصب الحرية. رد تركض لكن يا حيف ما ادري ايش لازمهن رجلي. تمنيت بساعتها شظي بيا وتقطع هالرجلين. وماكو عدالة بهذا الكون. جسر الجمهورية الصور وانا بخير وكل الزين. ايش قد طيب نصب الحرية. الله الله الله. اعزائي المشاهدين هسه نروح فاصل، ابقوا ويانا ونعود وياكم. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي. خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. عدنا مع الشاعر المبدع النجم ضياء الميالي. وشو وقت تدير بالك على صباح جوهر؟ لا صباح، يعني من الاشياء اللي ما يعرفها يجوز الناس، اكثر الناس ما يعرفوها، انه انا وياك اصدقاء جدا، واصدقاء يعني اصدقاء بشكل عائلي، يعني مو بشكل صديق وصديق، لا انا اهلي يعرفون اهلك واهلك يعرفون اهلي. وهذا كان توادد وكان مشاركه بالفرحه وبالحزن يعني بكل الاشكال. كنا انا وياك بداياتنا حتى يعني تكتب اغاني وتغني. بس كنت تعاني مني كلش. اعاني لانه لا خل احكي لك. اعاني اي اغنيه كنت تكتبها كنت اقول لك ضياء هاي لي. يعني هو انا المشكله وين وياك؟ وفلوس ماكو. المشكله وين وياك؟ كنا انا وياك اثنيناتنا على يعني ماكو لا فلوس ولا اكو امل انه يكون فلوس حتى. فكنا نطلع نطوب انا وياك، نروح نقعد لنا بقهوه، نحط استكان شاي نشربه، يعني حتى اذا واحد عزم الثاني. زين ضياء، منو اكثر واحد من اصدقائك كان يغلس ما يدفع فلوس الشاي؟ انت. لا مرات تتعارك وياي، كان وقتها بخمسة فلوس ما ادري. لا وين احنا عايشين بالستينات؟ ما ادري شو ادري وقتها ما اتذكر. ضياء، نقول انه هناك من ينتقد شاعريه الميالي ويقال ان ضياء الميالي يهمه الكم اكثر من النوع، شنو ردك؟ لا هو يعني بي شيء من الصحه، بس ما ينتقد شاعريتي لانه انا شاعر ثابت شاعريتي. يعني احنا نشوف من خلال اللقاءات والفضائيات يعني الكم يهمني، اي نعم، بس اكثر الكم اللي يطلع بنوعيه جيده. انا اللي كاتب يا طير مسافر له، ما ادري ايش بيه يا ربي، الخاطر دموع حبيب عين لك دمعه. ما شاء الله انت كاتب هوايه. كثير من الاغاني اللي بيها ثقل وبيها وزن ولها صداها، الذواق الحلو. ليش دائما يركزون على ذاك الجانب ويعفون هذا الجانب؟ يا اخي انت هسه اليوم طلعت ب20 اغنيه، من ضمن ال20 اغنيه هاي اغنيه واحده انعرفت. لا مو انعرفت، هم كلهم انعرفوا. اظنها بهم اغنيه عليها ملاحظات. اترك انجازك بال19 الباقيين كله، واجي اركز على هاي. هسه ضياء الميالي عنده وطن، ضياء الميالي شد حيلك، ضياء الميالي اغاني كثيره، يعني ليش واقفين عند هاي؟ عنده اغنيه مثلا هو يلاحظها. انا قلت لك انا اعتز بكل اغنيه انا كاتبها، ومستعد انه اواجه اي احد عنده لسان وجرأة على ان ينتقدني مباشره واحكي، يا اما اثبت له انه هو غلط، يا اما انا اعتذر واقول له انا غلطان. نشوف اغنيه يا عراق شد حيلك قوم ونرجع وياكم، ابقوا ويانا. يا عراق يومك هاليوم، يا عراق شد حيلك قوم، يا عراق يومك هاليوم، يا عراق شد حيلك قوم. دول احنا رجال الغيرة، سكان الدنيا نديرة. دول احنا رجال الغيرة، سكان الدنيا نديرة. بدل ما نرضى بيوم، شد حيلك يلا وقوم. وحسين ودم العباس ما نرضى بالثليانات، وحسين ودم العباس ما نرضى بالثليانات. لو شفنا بقلب عداوة الكون ويا نتلاوى، لو شفنا بقلب عداوة الكون ويا نتلاوى. بالذل ما نرضى بيوم، شد حيلك يلا وقوم. لا تقول لو مهما يكون ما عليا ما عليك شلون، لا تقول لو مهما يكون ما عليا ما عليك شلون. انت ابن الوطن الغالي، راسك دوم يضل عالي. انت ابن الوطن الغالي، راسك دوم يضل عالي. بدل ما نرضى بيوم، شد حيلك يلا وقوم.
عدنا لكم بعد هذه الأغنية الجميلة لشاعر ضياء الميالي، ونقول ألا يعتقد ضياء الميالي أن شاعريته أكبر من إنجازه على الساحة الغنائية العراقية؟ مثل تسألني؟ نعم. أنا هالسؤال وأجيب لك إياه، أنت شو تقول؟ والله أنا هم أسأل لك إياه وأريدك أنت تجاوب. يعني حتى نكون بالصورة راح أوضح لك موضوع. اللي دا يكتب هذا الكم الكبير من الأغاني أكيد شاعريته زينة ودا يثبت شاعريته. مرات أحيانا يعني أحاول أنه ما أخلي الشعر بالأغنية، لأنه الأغنية بسيطة، يعني هي أغنية بسيطة، ليش أحملها عبء الشعر؟ هذا الثقل مال الشعر من أجيبه أخليها على كتف الأغنية، راح أحددها، راح ما يناسبها. يعني أنا ما أقدر أجيب أغنية هي وأخلي بيها مثلا عيونك زرازير البراري بكل مرحب كل نشاط جناحها بعال السحر. وخليني أقول لك إنه أكثر الأغاني اللي كانت تأثر بينا لحنيا، كلاميا ترى مو كل الأغاني اللي تأثرنا بها وبقت بذاكرتنا هي مهمة كلاميا. صحيح. لأنه أحيانا كنا ما نعرف اللي ينقال شنو. اكو اغنيه قديمه يعني انت عندك اعتراض عليها؟ مشيت لك قبل شويه ومغنيها نجوم، يعني النجوم غير هاي ابو زرقه طلع من بين البيوت. من ابو زرقه؟ بين البيوت وين؟ اوكي. لا تحط زرار للزيجه هدل خاف ما ادري شنو، يعني ما اعرف. انا مع احترامي للمطرب اللي غناها وللناس اللي انجزوها، يعني انا مو ضد. زين هسه اذا نجي العفو على مثلا ناظم الغزالي، فنان كبير، انت تحب كتاباته؟ ملاحظ عليه. عندك اعتراض على اغنياته؟ عندي اعتراض. من ورا التنور تناوشني الرغيف. شنو اللي بيها غلط؟ ها حسي لك اياها. طالعه من بيت ابوها، ما ادري شنو هي الاغنيه، ما اتذكر. طالعه من بيت ابوها؟ لا مو طالعه من بيت ابوها، هي طالعه من لا ذيك يم العيون السود. يم العيون السود ما جوزن انا خدك القمر انا تريق منه. هذا كلام كلش حلو. واقفه بالباب تصرخ يا لطيف، لا انا مجنونه ولا عقلي خفيف. من ورا التنور تناوشني الرغيف، يا رغيف الحلو يكفيني سنه على عيني. اربط لي، جيب لي سويهن، اربط لي المعنى، اريد اشوف معنى بصراحه. اكو تناثر تحس؟ هو مو تناثر، هو يعني الاغاني كانت بسيطه الى درجه يعني ليش صارت هاي الاغاني هيك؟ لانه كان بوقتها وعي المتلقي البسطاء، يعني اكثرهم البسطاء مو يسمعون الاغاني. حتى المثقفين العراقيين كانوا يحبذون الاغنيه تكون مبسطه اكثر. هسه لازم اقعد اخلي له جناحات للكلمه وازوق الكلمه واسوي لها شعر واحط لها بخشمها خزامه وامشيها قدامي يلا يقتنع بي. انا ما مسؤول عن اللي تريده انت كشخص، انا مسؤول عن اللي يريده المتلقي بشكل عام. زين ضياء الميالي، انت مقتنع بالمطربين اللي تعطيهم هسه اغاني؟ اغلبهم ما مقتنع بيهم، بس اللي مقتنع بيهم بدها تطلع اغانيهم بدها تشكل حضور حلو. يعني المن قلت شو اسوي له حتى يحبني؟ والله بصراحه ما تقصرت بها شخص. الاغنيه انتشرت وحلوه. اي يعني ما تقصرت بها الكلمه والمعنى اللي بالاغنيه، ما تقصرت بها احد. انجاز غنائي حاله حال غيره بصراحه، ما كان المقصود بها بشر. بس اتمنى انه اللي ما يحبني واغني له شو اسوي له حتى يحبني. زين ضياء الميالي، ادواتك يعني كتابه الاغنيه، يعني شنو اللي الموهبه والحرفه. يعني انا عندي موهبه الشعر، كتابه الشعر، وعندي حرفه بصناعه هاي الموهبه او صقلها او صب مجراها بشكل اللي انا اريده. نسمع قبل ما ينتهي اللقاء نسمع شيء، قصيده غزل شعبيه. اوكي. هاي قصيده كتبتها لحبيبتي اللي هي زوجتي. طبعا تحيه لزوجتي. اتمنى تحياتنا لها. اكيد اتمنى انه تسمعها وتكون هاي القصيده هي من القصائد اللي انا احبها بصراحه. اتمنى تسمعها وترجع تتذكر الايام اللي انكتبت بها هاي القصيده.
هسه هو خلص من رسمة الرسام وطول خلق بيك وكان متهدي، يا لوحة ندى بعدك جديد إحساس والهسه بعدها ألوانك تندي. اتصور بس تخدك بس بقى هاليوم على شفت أثر من لونك الوردي، وكان حاضن النهر من حضنك مشتاق، ألمك بالحضن والقاك متبدي. الله قدرتك علي وصرت طول بطول، وغيرك ما رهم لو لا اجى بقدي. طولت الخلق وياك حتى القاك ويا غيرك امل وخلق ما عندي. وانا من بكيت عليك دمعة موت كفت عن دموع تجيب وتودي. حسبالي دمع بيدي مسحته وراح، ثاريني مسحت عيوني وخد. الله الله حلو حلو. ضياء الميالي بسرعة آخر أعمالك. أعمالي ما أقدر أقولها بسرعة، راح أحكي لك بسرعة. أولا عندي أغنية للفنان قاسم السلطان، عندي أغنية لتيسير السفير، عندي أغنية لأحمد شاكر، عندي أغنية لنصر البحار، عندي أغنية للحكيم، عندي أغنية لهيثم يوسف، عندي أغنية لمعد المهندس، عندي كثير. الملحنين اللي تحب تتعامل وياهم؟ أكيد أنا يعني الشباب أكثرهم أنا أحب أتعامل وياهم، يعني أي ملحن عنده إبداع، بس أنا أحب علي بدر لخصوصية يعني. تحياتنا خصوصية أكيد، تحياتنا للفنان علي بدر. أحب علي بدر جدا وأحب نصرت وأحب علي صابر، وإن شاء الله يعني راح يظلون هالثلاثي اللي هو اللي شاغل الساحة والأكثر تأثيرا بالناس. آخر كلمة تقولها للناس الجمهور؟ أشكر العراقيين اللي بكردستان وأقول لهم شكرا جزيلا على الحفاوة والضيافة الجميلة اللي استضافونا بيها، وأشكر أربيل وأشكر دهوك وأشكر سليمانية وأشكر برنامج مع صباح جوهر وأشكر صباح جوهر اللي استضافني وطول خلق وياي، وأكيد تحية لقناة المتحدة اللي استضافتنا بهذا البرنامج. شكرا لك، شكرا لحضورك. أعزائي المشاهدين، نشكر حضور الشاعر المتألق المبدع ضياء الميالي، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.